بعد خروج رامي ربيعه الاهلي لعب صح، يعني الاهلي اضطر يلعب صح لما رامي ربيعه الحمد لله خرج بره الملعب، ربنا يشفيه. لما خرج بره الملعب اضطر عماد النحاس يعمل ايه؟ ينزل العش اللي هو اشول هيبقى ايه في ظهر كوكا، والعش هيبقى هيلعب على جون ابوكا، على جون ابوكا اللي ما عرفش يغطيه رامي ربيعه. لكن لو ربيعه ما كانش اتصاب كان النحاس ما كانش خرج ربيعه ولا خرج ياسر. كان نفس النحاس يعمل التغيير ده، حتى لو ما اتصابش رامي ربيعه كان خرج ياسر ابراهيم وخلى ربيعه مكانه او حد منهم يخرج، بس الاثنين الملعب ما يستحملش ربيعه وياسر ابراهيم. فلما العيش نزل دلوقتي بقى في ظهر كوكا، غطى المنطقه اللي في ظهر كوكا ووقف صح مع جون ابوكا. طيب تعال نشوف دلوقتي الاهلي بعد ما اتطور ونقطه القوه للاهلي بعد ما خرج رامي ربيعه. دلوقتي بقى احنا قلنا الاهلي في وجود رامي ربيعه كان شكله عامل ازاي، تعال بقى نشوف رامي ربيعه او الاهلي بعد خروج رامي ربيعه ونزول العش كان شكله عامل ازاي. يلا على الملعب كده. دلوقتي كباتن الكوره دلوقتي مع محمود جاد، الكوره دلوقتي مع محمود جاد هيلعب الطوليه. خد بالك دلوقتي العش بقى مع ابوكا، لما النحاس فهم وبعد خروج رامي ربيعه الافضل جدا للنادي الاهلي بقى العش بقى خلاص مع ابوكا. الكوره هتتلعب دلوقتي، ابوكا هيحضن ويستلم ويسلم كويس جدا. لما يستلم ويسلم هيروح للمساحه اللي هو بيروح لها، برضو العش معاه. خد بالك مع العش بس كده مش على الملعب كده. دلوقتي جاد هيلعب الطوليه، بس يا جماعه دلوقتي هتيجي الابوكا ومعاه العش هيحضن ويستلم ويسلم، هيروح في المساحه. بص العش معاه، الكوره راحت فين؟ قطعها على العش. ده الشغل الصح، لما العب صح ده الشغل الصح. هقفل دفاعاتي كويس جدا، هدي بقى عندي السكواد الفظيع الله اكبر اللي عندي هيعرف يخلص لي. لكن انا ما اعتمدش بس ان الهجوم بس وعندي دفاع وحارس مرمى، لا حول ولا قوه. فلازم بقى العب صح. ده الاهلي بعد خروج رامي ربيعه. طب تعال نشوف الثاني ايه تاني كده بعد خروج رامي ربيعه ونزول العش. تعال نكمل كده. دلوقتي كمان الكوره اوت اهي، باهر يلعبها. بص يا جماعه مين ساعد مع العش؟ بن شرقي. لا بقى خلاص في بلوكات، خلاص المنطقه اللي كانت فاضيه جدا جدا في وجود رامي ربيعه بقى خلاص في بلوكات. وبن شرقي اول مره في حياته ينزل يلعب يعمل الواجب الدفاعي، ساعد العش. طب معانا ايه تاني؟ دلوقتي كمان الكوره دي دلوقتي لما الاهلي احرز التعادل، خلاص لما قفلت كويس ورا كده قدرت الاهلي بقى عنده ارتياحيه ويطلع لقدام ويجي يحرز الهدف. امام عاشور دلوقتي يا جماعه النتيجه 1-1. ابوكا دلوقتي ساب دلوقتي العش، قرف من العش اللي ماسكه خلاص زي يدله عامل بلوكات عليه، جه ناحيه اليمين. جه لمين؟ لياسر ابراهيم. وطبعا جه لياسر ابراهيم، ياسر ما بيقولش لا، ياسر بيرحب بكل ضيوف انتوا فاهمين يعني. جه لياسر ابراهيم اللي بطل كوره. طب لما جه لياسر ابراهيم عادي جدا عدي. تعال الملعب كده. دلوقتي يا جماعه ابوكا دلوقتي هيجي ناحيه اليمين. بصوا يا جماعه المصري برده شورت باص، طلعوا بالكوره كويس جدا النادي المصري بصراحه. بص ابوكا جه فين؟ مع ياسر ابراهيم هيضحك عليه غفله. بص عمل كده، عمل هجمه مرتده خطيره جدا وانفراد لولا كوكا اللي وقف في الوقت الصح جدا وطلع الكوره هنا. فابوكا خلاص العش زهقه، جه من الشمال لليمين، الدنيا اتقفت، الدنيا اتلعبت صح. ده كله بعد خروج رامي ربيعه. والله. طيب معانا ايه تاني؟ يلا نكمل كده. دلوقتي كابتن برضو العيش لما قفل برضو على جون ابوكا، كوره مع الاهلي مع هاني. للاسف اللي هاني بيعمل ميس باص كتير جدا في الماتش. لما اتردد كان شكل الاهلي والعش وابوكا عامل ازاي. يلا الملعب كده. كوره مع هاني ميس باص كالعاده، هيطلعوا بالكوره برده كويس جدا لقيت المصري. بص يا جماعه فيصل ابوكا بقى والعش. بص يا العش هتروح فين؟ خد معاه فاول وزهق، قال لي يا عم روح في 60 هيبقى خنقتني. عمل معاه فاول. اذا يا جماعه العش خامه كويسه جدا وخامه حلوه ولاعب سريع، ولما تحطه مساك مع حد لا لاعب هيقرف في المهاجم ده. عايزين نقول ايه من ده كله؟ من ده كله الشناوي وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ثلاثه الملعب والله ما يستحملهم. ويا جماعه الثلاثه دول الملعب مش هيستحملهم. ما ينفعش الاهلي يبقى عنده السكواد ده كله ومعاك برضو الشناوي وياسر ابراهيم وربيعه، ما ينفعش. العائل اللي كان فيهم اشرف داري، وداري بيتصاب كتير. فانا دلوقتي لازم اجيب قلبين دفاع، لازم لازم لازم. ما ينفعش اروح كاس عالم الانديه برامي ربيعه وياسر ابراهيم والشناوي. اديك شفت يا جماعه ماتش مهم زي ده في وقت مهم، حسم بطوله دوري عام، وبدا منظر ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. قلت لكم الاهلي في وجود رامي ربيعه وخروج رامي ربيعه
بس الفتره الجايه الاهلي لازم يقوي المنطقه الدفاعيه بتاعته. طب يا كباتن، كده خلصت حلقتنا النهارده، وده كلامي ليك وتحياتي ليك يا صديقي. شكرا، سلام عليكم.